موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، والقناة الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع. في البداية متابعينا الكرام، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يستكمل الزمالك حلم إنهاء موسمه الماضي بالثنائية المحلية للمرة الثانية على التوالي، عندما يخوض غمار نصف نهائي كأس مصر 2021-2022 أمام بيراميدز على استاد القاهرة الدولية. وتكمن صعوبة مهمة الفارس الأبيض بسبب ما يمر به في الآونة الأخيرة من تراجع واضح في النتائج، ولم ينجح في الفوز بأي مباراة منذ انطلاق عام 2023 وسط العديد من الانتقادات الموجهة للمدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا. على الجانب الآخر يدخل بيراميدز المباراة متحفزا بمدربه البرتغالي الجديد جيمي باتشيكو، والذي سبق له أن أشرف على تدريب الزمالك مرتين كان خلالهما سببا رئيسيا في حصول الفريق على لقبي الدوري المصري. أما عن موعد المباراة، موعد مباراة الزمالك وبيراميدز هو اليوم الاثنين الموافق 16 يناير 2023، وسيقام اللقاء على ملعب القاهرة الدولية. ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 6 مساء بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا والسودان ولبنان وليبيا، 7 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وقطر والبحرين واليمن، 8 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. أما عن القناة الناقلة للمباراة، تذاع مباراة الزمالك وبيراميدز على قناة اون تايم سبورت 1 الناقل الحصري لمسابقة كأس مصر. أما عن معلق المباراة، سيتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة على القناة الصوتية الأولى المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي. أما عن القناة الصوتية الثانية، سيتولى مهمة التعليق المعلق بلال علامة. أما عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز، من المتوقع أن يبدأ المدرب فيريرا بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى محمد عواد، في خط الدفاع محمد عبد الشافي، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزة المسلوسي، في خط الوسط عمرو السيسي، نبيل عماد دونجا، إمام عاشور، في خط الهجوم مصطفى شلبي، سيف الجزيري، أحمد سيد زيزو. أما عن التشكيل المتوقع لبيراميدز ضد الزمالك، في حراسة المرمى أحمد الشناوي، في خط الدفاع محمد حمدي، علي جبرة، أحمد سامي، عبد الله مجدي، في خط الوسط بلاية ري، وليد الكارتي، عبد الله السعيد، في خط الهجوم رمضان صبحي، فخر الدين بن يوسف، إبراهيم عادل. متابعينا الكرام، نحن في انتظار نتيجة توقعاتكم عن المباراة في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.